واحدة ست قالت لجوزها: قولي يا حبيبي على 6 صفات فيا انت حابب ان هما يتغيروا، اكتر 6 صفات فيا نفسك اني اغيرهم. جوزها فكر شوية وقال لها: طب اديني فرصة ارد عليكي بكرة. طبعا لا، مش حضرتك، لو حضرتك كان زمانك قلت لها ورقة وقلم واكتبي يا ست الكل، وكان زمانك ما صدقت. بس جوزها ذكي، قال لها: استنيني بكرة ارد عليكي. ولما راح شغله تاني يوم بعت لها 6 وردات ومعاهم كارت بيقول: حاولت افكر من امبارح في ال6 عيوب اللي فيكي هحب اغيرهم، لقيت ان ولا عيب فيكي ولا نفسي اغير اي حاجة، وانا حبك زي ما انتي. كانت نتيجة الكلمة دي، ودي قصة حقيقية حكاها اللي حصلت منه، وبيقول انه كانت نتيجة رده ده ان زوجته طبعا بكت وفرشت له الارض ورد مدى حياته. بقى خلاص يرجع البيت يلاقيها العيوب حتى اللي هو قال لها عليها مش عايزها تتغير، هي من نفسها بتغيرها، وهي من نفسها بتحاول تسعده وبتحاول تفرحه، وبترد له ده باحسن كلام كويس واحسن كلام طيب هي كمان بتقوله. طبعا هتقولوا لي: ايه الاوفر ده؟ ايه الاوفر ده؟ مفيش كده. لو ما كانش فيه كده ما كانتش الكلمه الطيبه صدقه. لو ما كانش فيه كده ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال ان مثل الكلمه الطيبه، ان الكلمه الطيبه بالظبط زيها زي الشجره اللي اصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني الكلمة الطيبة هتدخلك الجنة، الكلمة الطيبة هتعدل لك مراتك، الكلمة الطيبة هتعدل لك جوزك، الكلمة الطيبة هتصلح حال ابنك الفاشل وهتخليه ناجح، الكلمة الطيبة صدقة هتدخلكوا الجنة. أما بقى في الشغل فحدث ولا حرج. مديرك في الشغل ممكن تغير الدولة كلها والعالم والبلد كلها تتغير بالكلمة الطيبة. اه والله العظيم، الكلمة الطيبة ممكن تخلي الموظف اللي بيغيب على طول يجي، والموظف اللي كاره شغله يحبه. وانا هقول لكم حادثتين حصلوا لي من ايام ما كنت موظفة صغيرة. اول ما اشتغلت، قلت قبل كده ان انا اشتغلت في الاذاعة المصرية، وكان عندي مدير ربنا يرحمه ويغفر له كرهني في حياتي وكرهني في شغلي، مش بحاجة، بان انا كنت متحمسة جدا جدا وسعيدة جدا جدا بشغلي. وكان كل ما اعمل حاجة بره الصندوق واعمل حاجة المفروض اكافئ عليها كان يقول لي: يا بنتي انت لسه بنت امبارح، ده احنا ياما عملنا، انت جايه فرحانه قوي قوي قوي، ده احنا ياما عملنا اكتر من كده بكتير. ويديها لي اللي انا بعمله ده واقتراحاتي دي، وهي اقتراحات هايله وكويسه جدا، وما قاليش انها وحشه، بس عايز يقول لي: انت فاكره نفسك يعني هتعملي اللي احنا ما عملناهوش؟ فكانت احسن حاجه عملتها. انا اشتغلت سنتين بس، السنة التانية ان انا اقعد ساكتة، ان انا ما اقترحش حاجة، ان انا اعمل ايه اللي يطلب مني. لو اتطلب، لو ما اتطلبش اقعد ساكتة. وفي الحالة دي انا اتعاملت كويس خالص، بس انا كرهت شغلي وسبت الاذاعة واستقلت. دي حادثة. الحادثة التانية اللي عايزة أقولها لكم إن أنا لما كنت في الكويت كنت مدرسة، واللغة الإنجليزية كان أول مرة يطبقوها في المرحلة الابتدائية، وكانت الدولة مهتمة جدا جدا بالحدث ده، وبجد بيهتموا بالتعليم جدا. ف رحنا حضرنا اجتماع لكل الوزارة في المرحلة الابتدائية، كل الوزارة وحاضر الوزير وكل الناس، واتفاجئت بواحدة اسمها السيدة سعاد الصباح دي مع الوزير، وبتقول ان في ناس مدرسين ومدرسات تحضروا لهم الكلاسز بتاعتهم عشان تستفيدوا. واتفاجئت ان بتقول منال علي، وانا ادور مين منال علي. مش مصدقة نفسي ان الوزير واللي معاه عارفيني ليه انا بعمل اللي عليا وبس، مش مصدقه. ف لقيتها لحد ما قالت اسمي رباعي، رحت واقفه، ما انا خايفه بقى اقف تقول منال علي، اقف ما يطلعش انا. فقالت رشحت اسمي من ضمن الناس اللي هي عارفه ان دول يتحضر لهم الكلاسز بتاعتهم علشان بقيه المدرسين يستفيدوا. وما بقتش مصدقه فعلا، وكانت النتيجه ان انا عملت كل اللي مش مطلوب مني يعني ان انا اعمله. كان عندي استعداد ان انا بات في الشغل، يعني المره اللي فاتت استقلت من وظيفه مرموقه اي حد في الدنيا كلها يتمناها. اما هنا وانا مدرسه، وبالمناسبه انا ما بحبش قوي التدريس، يعني التدريس بالنسبه لي مرهق ومتعب. ف الوظيفة اللي أنا مش بحبها دي
كان نفسي ابات في المدرسه، كان نفسي اعمل لهم اي حاجه، كان نفسي اكنس لهم المدرسه، كان نفسي اعمل كل حاجه واي حاجه. ازاي ان الوزير يبقى سامع عني انا وانا بعمل اللي عليا؟ يعني مش حاسه ان انا بعمل حاجه. كنت يعني بعمل حاجات مبدعه وافكار كويسه، ولكن ما احنا كنا بعمل كده في مصر وكنا بنتضرب بالشبشب عادي يعني. فيا جماعه انتوا تقدروا تغيروا العالم كله بالكلمه الطيبه، والله العظيم. يا سياده المدير يلي بتدخل على الناس تصوت وتزعق وترتفع ضغطك، انت تقدر تغير العالم كله بالكلمة الحلوة. وانت يا زوجة تقدري تغيري جوزك، وانت يا اب تقدر تغير ولادك، وانت يا زوج تقدر تاكل احسن اكل وتشوف مراتك دي احسن زوجة في الدنيا بالكلمة الطيبة. مش هتخسر حاجة وهتروح الجنة، والله هتروح الجنة لو قلت كلمة طيبة. ميزان حسناتك هيفضل يتحط فيه كلام 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 كلام، مش هتغرم حاجة، بس للأسف انت غبي.